أنا الذي بخستكم وأربكتكم ويعني أفسدت عليكم يعني جميل زمانكم؟ لا، شوفوا انتوما اش دايرين. كتجيو كتقولوا باللي انا كنبخس الزعماء ديالكم. واش انا اتهمت شي زعيم ديالكم باللي هو مع داعش؟ اتهمت شي زعيم ديالكم باللي هو مع النصرة؟ اتهمت شي زعيم ديالكم باللي هو مع الموصاد؟ يعني واش ما تتحشموش؟ واش دابا بغيت نسول، واش اللي كاين فيديو مصور كيبينو كيتوسم من قبل الاسرائيليين يجي يجتمع بالاله بن كيران؟ هذا ماشي معقول. خص الانسان يكون فيه شويه ديال الحياء. ماشي معقول. كاين شويه ديال الحياء. احنا كنعياو نترفعوا في الاخر ماشي هذا اللي دير. نعم فعلا الحمد لله المغرب ما فيهش ازمه حكومه، فيه ازمه معارضه. قراو الصحافه. نقولها لكم بصراحه، ما يجيوش الناس اللي فيه عندهم مشاكل ديال الهكتارات ديال الغابات داوها للقبائل، لانه الهضره سهله، تجي لهنا تهضر عندك الحق قانونيا. ولكن انا كنقول غير كلمه كتألمك. الحق انت كتقول 1000 كلمه ما كنديرش فيها، لان المواطنين ما كيديوهاش فيها. اليوم الحكومه كتمتع بالثقه ديال اكثر من 50% ديال المواطنين، وواحد 30 و 40% ما عبروش على الراي ديالهم. في حين ان المعارضه البعض منها وبعض الرموز ديالها ما تنعممش، ماشي كل شيء، كاين الناس معقولين ومستقلين عندي ما نقول. سمحوا لي، اذا ما تجيوش تقول لي تمخصنا واستعبد الاله وخلي الناس من الواجب ديالي نقول لهم الحقيقه باش يعرفوا يميزوا بين الغث والسمين. انا اللي كنطلع على الطنجره وعارف شنو فيها. وملي نتوما ما تقصروش في الجرائد ديالكم وتقولوا اللي بغيتيو وتتخذوني هدفا انا والحزب ديالي والحكومه ديالي، ما تنتظروش مني انه انا نجي لهنايا ونمد لكم الخد الاخر. انا مسلم ماشي مسيحي، ولهذا تكون الامور واضحه بيناتنا.